السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة رواق تسنيم. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية وانتم كتشاهدوه. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا هذا الكلاص هذا اللي كيجي رائع في المذاق. والاهم من هذا الشيء كامل انه سهل التحضير ومكوناته جد جد بسيطة في المتناول الجميع. وكما كتشاهدوا انه تيجي زعما بكمية لا بأس بها. انا هنايا درتو في هذا المول هذا، يعني نحضروه هكا الا كانوا عندنا الضياف، ولا نحضروه هكا للديسير ولا هذا كيجي غزال غزال في المذاق ديالو. كما كتشاهدوا معايا هنايا انا قطعت واحد الطريف. كيجي القوام ديالو كريمي، يعني ما كيجيش داك اللي فيه بحال مجمد من الداخل ولا لا، بالعكس كيجي كريمي ومذاق خطير. وغادي نبداو على بركه الله. اول حاجه البنات انا اللي خديت هنايا مقيله، درت فيها نص كاس ديال السكر سنيده. غادي نخليه هنايا راه بدا كيذوب، نتوما كتشوفوا راه بدا كيذوب. من بعد غادي نضيف ليه المكسرات. هنا راني حركت واحد التحريكه خفيفه صافي، وغادي نضيف كما قلت لكم البنات غادي نضيف ليه المكسرات. عندي هنايا اللوز والكركاع، المهم كيبقى هادشي اختياري، داكشي اللي بغيتو ديروا اللوز بوحدو، ديروا كاع المكسرات اللي عندكم بحال الاكاجو بحال، المهم تيبقى هادشي اختياري. انا غادي نحركو هنايا، من بعد غادي نطفي عاوتاني البوطه وغادي نديرو فوق بابي كويسون باش يبرد. هانتوما البنات بعد ما طفيت عليه هنايا راه زدت ليه حتى شويه ديال الكاوكاو. المهم انا عندي هنا بابي كويسون غادي نديرو فوقو وغادي نخليه حتى يبرد. غادي نوزعوه هكايا باش يبرد ليا في الساع. انا غير شاده هاد البابي كويسون هكا بشويه. صافي هنايا من بعد ما جمد هنايا طرف الصفار غادي نديرها في الهاشوار. وغادي نطحنهم. بعد ما طحنتهم يجيو على هذا الشكل هذا، خليتهم غير هكا مهرمش صافي. غادي ندوزو دابا للمرحله الثانيه. عندي هنايا علبه من بودره ديال الكلاص، خديت هنايا الفاني اللي غادي نضيف ليها واحد نص طرو ديال الحليب اللي غادي نقص منه واحد الكاس. هنا خديته درته في المجمد، خليته تقريبا واحد الساعه المكانه بحال هكاك على ما كيبرد مزيان. وغادي نضيف ليه واحد جوج ديال العلب ديال الياغورت بنكهه ديال الكراميل. والحاجه اللي غادي نضيف لها وكتعطي كتعزز النكهه نتاع الكراميل هي هاد لاصوص كراميل غويال خطيره البنات، كتجي واعره. غادي نضيفها في وسط الكلاص. وهنا غادي نضيف هاد الاضافه نتاع الياغورت طبيعي باش يجيني الكلاص شويه كتير. اول حاجه غادي نوضع الحليب في الاناء. كما قلت لكم البنات راني خليته شي ساعه ولا في المجمد حتى بدا كيجمد. نتوما كتشوفوا الطرف ديال الثلج كيطيح منه باش كيساعدني ملي كنكون كنخلط بالطراب الكهربائي كيطلع فيه السام، يعني ما كنتعطلوش فيه. غادي نضيف عليه ديك الساشيه كامله نتاع الكلاص وغادي نخدمو مزيان، ما كياخدش معنا الوقت. صافي هنايا من بعد ما الكلاص شد راسو غادي نضيف ديك العلبه نتاع الياغورت الطبيعي. هذه انا كما قلت لكم البنات راني هذه غير ضفتها، اللي ما بغاش يضيفها بلاش، ولكن هو كيعزز لينا الكلاص كيولي كتير. وغادي نضيف دوك جوج علب نتاع الياغورت بنكهه ديال الكراميل.
غادي نضيف هاد العلب هادو بجوج، ومن بعد غادي نضيف ديك لاص كراميل، هي اللي كتعطينا كما قلت لكم البنات، كتعزز لينا المذاق نتاع الكراميل، كيجي الكلاص ديالنا في المذاق خطير. هي جربوها وانتم غادي تشوفوا. صافي هنا غادي نحاول نخلط شويه مزيان، شي شويه، واحد 2 ثواني ولا صافي. وغادي نضيف داك لاصوص كراميل، تقريبا واحد معلقه كبيره هكاك حتى 2 معالق. وغادي نخلط غير واحد الخليطه خفيفه. من بعد غادي نضيف داك المكسرات اللي كنت عسلتهم في الاول وطحنتهم هرمشتهم. غادي نضيف هنايا واحد تقريبا شي 3 ديال المعالق. المهم هذا كيبقى اختياري، الكميه اللي بغيتو تضيفوها في الكلاص ديالكم. ممكن انكم تضيفوا تزيدوا معها شوكولاته حبيبات، او هذا البسكوي، اي بسكوي، سواء اوريو سواء كوكيز، يعني يكون هكا شي شويه مهرمش، ونضيفوها هكا الكلاص ديالنا راه كيجي زوين بزاف. صافي غادي نخلط غير خليطه هكا خفيفه. وهنا خديت هذا المول، هذا هو اللي غادي ندير فيه. ممكن انكم صافي هاد المرحله هذه ممكن انكم ديروا الكلاص هذا كله غير في بواطه وديروه في الثلاجه تاعي يجمد، من بعد تقدموه في كويسات. انا درته هنايا في هذا المول هذا. غادي نحاول نوزع الكلاص ديالي في المول مزيان. حاولوا انكم تضربوا، الا كنتو درتوه في المول ضربوا المول، تهبطوا كاع داك الكلاص لتحت، يعني باش ما يبقاش عندكم كاع الفار لداخل ولا شي حاجه يجينا مقاد. خليه واحد البابي سلوفان ونخشيه في المجمد اللي غادي نخليه تمايا واحد 8 ديال السوايع او ليله كامله. الاحسن انكم تخليوه ليله كامله. انا هنا غير كنقادو باش يجيني مقاد. الصوره راها واضحه البنات، اننا كنحاولوا اننا نخبطوا داك المول باش يدخل لينا كاع، ما نبقاوش كاع. صافي من بعد ما جبتو هنايا، بعد ما جبت الكلاص ديالي من الثلاجه خليته تقريبا واحد 3 دقائق بحال هكاك، على ما طلق واحد شي شويه باش يجينا ساهل نتوه من المول. صافي خديت هنايا واحد الصحن اللي درتو فيه، وخديت داك لاصوص ديال الكراميل، عمرت به هذيك الحفيره اللي كتكون في وسط. المهم كيبقى تزيين، كيبقى اختياري. وغادي ناخذ داك المكسرات اللي كنت عسلتهم، غادي نزوق بهم من الفوق، اللي كيعطينا داك اللي كيعطيونا واحد المنظر، وكيعطيونا قرميشه في الكلاص كوسيه. هذاك هما نظفتو هكايا من الفوق، وغادي نزوق به الجنيبات. وهذا هو الكلاص ديالنا، سهل ماهل، ما فيش قوه المكونات. وهذا وكل واحد كيبغي يبدع ويتفنن في الكلاص كيما بغى، يعني ما كنبقاوش مقيدين بداكشي اللي شفناه. ضيفوا اللي بغيتو، نقصوا اللي بغيتو، المهم ان كونوا على يقين بان راه يجيكم كلاص زوين، حيت راه مصوب في الدار، شي حاجه ديال الدار اللي كتكون لذيذه بزاف، وكيعطينا واحد الكميه اللي كثيره، وحتى الثمن كيكون ناقص على ديال الزنقه بزاف. المهم انا هنايا كنقطع واحد الطريف، هانتوما كتشوفوا كيجي غزال ما شاء الله. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم. ما تنساوش لاول مره كيدخل القناه دير لايك فضلا وليس امرا. ما تنساوش دير لي التعليق ديالكم الزوينه، وكنضرب لكم ان شاء الله موعد في فيديو جديد في وصفه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.